اللي كان معاه. وفي اللحظة دي بيسمع صوت دوين على الراديو بيستغيث وبيطلب المساعدة، وبيقول إنه بيحارب شوية عناكب. نعومي طلبت من أندي يساعده، بس أندي ما كانش عايز يواجه وحوش تاني، خصوصا إن جهاز المسح عنده مش شغال كويس. لكنه غير رأيه لما نعومي قالت له إن دوين معاه أكسجين. أندي جري وسط الكبسولات الواقعة وشاف شعلات الإنقاذ اللي دوين كان مولعها، ومشي وراها لحد ما وصل له أخيرا. دوين كان لسه هيقول له نقطة ضعف الوحش، بس العنكبوت نط عليه تاني. أندي اضطر يستخبى وكان سامع اللي بيحصل على الراديو لحد ما دوين اتقتل. أندي جري واستخبى ورا كبسولة تانية على أمل إنه يهرب، لكنه اتفاجئ بوحش تاني قريب منه، وكان هو كمان بياكل في الجثث. نعومي شغلت صوت وإضاءة الذكاء الاصطناعي في واحدة من الكبسولات، فواحد من العناكب اتشتت وراح ناحيتها، وده سمح لأندي يجري ويستخبى جوه كبسولة تانية. وبعد كده نعومي حاولت تشغل كبسولة مختلفة علشان تلهي الوحش التاني، بس شغلت النور جوه كبسولة أندي بالغلط، فاتخض أندي لما شاف جثة قدامه. بس لحسن حظه قدرت تشغل كل الكبسولات التانية كمان، وبما إن العنكبوتين اتلهوا أندي قدر يهرب أخيرا.